عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عايزة اقول لكم مفاجأة حلوة. انا النهاردة في المنوفية، تمام؟ امبارح كانت خطوبة ابن اختي، بس طبعا الدنيا كانت بتمطر فمعرفتش اصور اي حاجة. بصوا بقى، نسوان اخويا عاملين مشاكل من صباحية ربنا بسبب مين اللي هيعمل رز معمر. واحدة عيانة وعندها اللوز، والتانية مش عايزة تقوم عشان صايمة. انا بقى امي بقى قالت لي لا، ما انت موجوده يعني وما تعمليش رز معمر، فانا هعمل الرز المعمر النهارده معاكم، وسلطه وبطاطس محمره، الاكله الاساسيه بتاعتنا هنا في المنوفيه. ماشي يا حبايبي؟ معايا طبعا كل الحبايب بقى، الحاجه ومرات اخويا وحمات اخويا الله يرحمه. بالله عليكم تدعوا لاخويا بالرحمه. ايوه، وعمتي بتعمل الرز بلبن حلو. بص يا حبايبي، انا بغلي اللبن، تمام؟ هغليه بقى، وهناخد كل الحاجات دي ونطلع عند الفرن. احنا مش هنعمل في فرن البوتاجاز، هنعمل في الفرن اللي بنخبز فيه، اللي هو الفرن الغاز. فخليكم معايا بقى وما تروحوش شمال ولا يمين. مريم ومين اللي حرق الطبق ده؟ شفتوا حمد اخويا بتتكلم ازاي؟ ايوه طلعيها، ايه المشكله؟ هي مش زعلانه. خلت لكم الطبق مرايه. مفتوحه. طيب يلا اغسلي. صح ولا ايه؟ ايه الميه اللي في العجل دي يا جماعه؟ ده احنا في مصر عندنا الميه ايه؟ حنفيه. ما بلاش انا اغسل الرز عشان انا بوقع نصه بالحوض. ما تقعدي والله بتتصوري. مش هزار، بوقع نصه بالحوض بجد. معرفش. بالراحه بالراحه، الرز كيلو ب 30 جنيه والله بوقع نصه بالحوض. حاجه و30 كمان. ما تطفيش النور يا ست اياد. ما تطفيش النور يا حبيبتي. انا ما بغسلوش يا جماعه قوي عشان ببقى عايزه اشم فيه ريحه الرز، ماشي؟ يعني مش بفضل اغسله لحد اما الميه تبقى بيضه زي اللي نازله من الحنفيه دي. تعالي بس على فكرة عادي يا جماعة، اتكلموا بصوت عالي عادي يعني. احنا بنتكلم عن الحاجه اللي احنا غاليين فيها. برضه عادي اتكلموا. كنا غاسلين الحله اللي عندكم هناك بتلمع، خدوها عملوا فيها الرز. ايوه. بس انت فاتك نص عمرك ما جاتيش الخطوبة امبارح، كانت حلوة اعمل قوي. ايه بس؟ اسيب الصوره ام عبده عيانه واروح. الف سلامة لأم عبده. اسمعوا بقى، دي لغوة المنوفيين. اسمعوا بقى المنوفيين بيتكلموا ازاي. حطي الطبلية عند الفرن. يلا يا اياد. وانتي روحي ولعي الفرن، ولا استنى انا اولعه انا. بتولولي ورايا؟ شايفين يا جماعه؟ انا باجي هنا عشان يمرمطوني، معقوله؟ اكيد لا يعني، والله كله هنا بيحترمني ويعمل لي 100 حساب. ما اصل انا بقى ده ايه دي ايه؟ بتاع الفرن بتاعك ولا بتاعتك انت؟ بتاعتك كانت مرميه بره وانا جبتها وقالوا هنوديها لعمتك الصغيره. بتاعتي انا؟ كنت اخدها صراحه. اقعدوا حولوا من البيت. لا ده كانت مرميه في الشارع. انا بحب اعمله بايديا يا جماعه. عادي. كمان مش وراك انا. بس ملح كفايه. لما يكون عايز احسن. اللحوم مش اللي الصينيه.
هتطلعي. شاطرة عامة. ليه؟ ده انا ليه؟ سهير بعمل الرز معمر. ايوه مش اتصوري غير البرامات، انا بعمل في البرام ده مختلف عن ده. كيلو الكلفة دي سوس. طب ليه بالبتاع ليه؟ انا بحب كده. هات خلق السوس من جوه. كده كده اللبن سخن صح؟ انا بقى في مصر بحط فلفل اسمر، بحط جوز الطيب، وبحط ليه؟ كده. احنا الرز اه معمر. اه افصلي يا آية، ما تخليش. الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام. نسمي الله يا جماعة كده ونقول بسم الله، وبألف هنا وشفا لأي حد ياكل منه. احنا عشان احنا عيلة كبيرة ف عاملين كتير. لازم تحطوا مية مع اللبن، مش عشان حاجة. ما تحطيش بقى بره تاني، ما تحطيش بره تاني. مرات اخويا قصدها عشان الفرن ده يختلف عن فرن البوتاجاز، عشان كده بتقول لي ايه ما تحطيش بره تاني، هنزود وهو جوه في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مظبوط يا أيوة. ام سوسو؟ ايوه. يا جماعه عشان ده فرن الخبيز، انا ماليش في فرن الخبيز. تسلم ايدك يا سوسو والله. تعالي يا بنتي صوري الصواني وهي جوه، وريهم الحاجات الجميله والحاجات الحلوه. يعني بصي يا امي، جايبه لنا احنا البطاطس الكبيره وجايبه لنفسها البطاطس الصغيره الحلو. شفت اعمال مرات ابنك بقى؟ ماشي. ينفع الكلام ده؟ انا غلطانه اللي ما رحت انا طلعت جبت. عند الله عند الله. عند الله. ماشي ماشي. جايبه لها البطاطس الصغيره الحلوه وجايبه لها البطاطس الكبيره. جايباها شايفاها في الشنطه مقلوظه كده وجميل. بصي بقى جايبه لنا قد راس العيل ازاي. يا اختي الكبير مقدمت ايه؟ ايوه يا حاجه. يا حاجه امثالك يا الامثال حاجه. الحلوه الجامده دي، قولي يلا. والله الحاجه كبيره حلوه. قولي، روحي صوري ستك بالشنط بتاعتها دي يا سويد. اسكت انا انبسطت بلقيت لقيت البتاع ياما؟ ده انا ما نعستش بقى لي ده انا كان نفسي الاقي البطاقه والفلوس. اما لقيت ساعة البتاع. 4:30. ايه يما؟ لا، أنا عمالة أمي. أجروت يا وأدور. امي لقيت البطاقه. لقيت ايوه. البتاع. البطاقة والكارت بتاعك والخيط. تمام. هتديني بقى عيش ولا مش هتديني؟ لقيت البتاع. ليه انت عملت لي ايه يا حبيبتي؟ ليه؟ ما تفتحيش حنك. دعيت لك يا امي، ما تفتحيش حنك. دعيت لك عشان انا عليا عفريت بغيب واعرف طريق الحاجه، العفريت اللي عليا بقول لك يا امي دعيت لك عشان تلاقي البتاع. انا قلت لك يا سوير انت جايه امتى؟ انا جايه بكره. عشان اخبز لك عيش واوضب لك اللي انت عايزاه. اه حتى لو عايزه سمنه هجيب لك. طب يا قالت لي لا. نغسلها يا حبيبتي 20 غسيل يا ماما قبل ما نحطها في الطاوله. اسكتي عشان اختي ضايقتني اتكلم. اقول ايه؟ مش عايزه اتكلم خلاص. خلصنا. انا اقدر اضايقك يا سوسو. خلاص كده. انا بس انت بقيتي واحده دوقي يا سوير. ايه دوقي. يا سوسو؟ بتقولي حاجه يا سوسو؟ هقول ايه بقى؟ ما انا قلت وخلصت. البطاطسه طلعت مخوخه كده مش حلوه. والله. تعلموا بقى. محمد اخويا دي عسل يا جماعه. تعلموا بقى يا جماعه ان البطاطسه الصغيره هي اللي جميل. مرات مرات اخويا جابت صغيره لها وجايبه لنا كبير. الكبيره ده لازم بنت اخويا يكون- زعلان عشان انا في مصر بعمل السلطه كبيره وهم هنا بيعملوها صغيره. خياره واحده ليه ما يا انت أمي؟ شايفاني بعمل ليه؟ حلو وعلى شط على حاجة. يا امي خلاص بقى زمن الشح ده خلاص انتهى. ما تقوليش عليا شحيحه احسن بقى. طب ما هو خياره لا، واحده ما ليه يا تقوليش امي؟
خيارة واحدة ليه؟ علشان عليها تلاجة ما شاء الله مليانة خيار وطماطم وفلفل وكل حاجة. واحدة اصلا خيارتين يا بنتي، خليهم 2. ما تجيبش يا واحد. الخيار اللي انا جايباه امبارح هي واحدة اللي فاضلة. سابونيش غير دي، ما سابونيش غير دي. يخرب بيتكم انتوا شايلين اللوز. ده هي اللي شايله اللوز الغلبانه ما كانتش لسه. يخرب بيتكم الخيار ده، انا جايبة 3 كيلو كالون. ما سابونيش غير دي. مين منهم ياكلوا ما تهزريش. ما فيش واحدة. شنطة الخيار كالون. بصي تحت التلاجة. يمكن عينينها جوه التلاجة من تحت. لا والله تحت جزر. يا جماعة انتوا واقفين عليا بخسارة، اقسم بالله عليا بخسارة. العيال بياكلوا جزر. تسلم ايدك يا سوس. خيارة من بالليل للصبح ياكلوا الخيار شنطة خلص. خيار. من بالليل للصبح ياكلوا شنطة خيار. بألف هنا على قلب العيال يا عم سهيل. بألف هنا وشفا، بس مش شنطة خيار يعني. معلش. امال اللي بياكل شفار طب كانوا سابوا الخيار وكانوا بدنجان شوية. ما سابونيش غير دي. واحدة بس. بس يا حبايبي الرز استوى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية يا سلام يا هاتي معلقة. سلام على الحلاوة. الله. ايه تسلم رأيكم بقى يا جماعة؟ تسلم ايدك يا سوس. ده الرز المعمر الصح. سوسو على التصوير الجاي. حبيبتي يا عمتي. يلا يا جماعة بقى هنعمل البطاطس والسلطة ونتغدى. بصوا يا جماعة بقى عشان لقيته سخن. بصوا. على فكرة أنا بعمله في مصر بس ما بيطلعش بالطعامة والحلاوة. بصوا بقى تاكلوا من المنوفية رز معمر وفطير مشلتت. يا جماعة لايك واشتراك في القناة. ادعموني يا جماعة بقى، ارحموني زهقتوني. خلصنا الرز. اتفضلوا يا حبايبي، خلصنا الاكل اهو. اتفضلوا بقى تعالوا اتغدوا معانا. كل العيلة موجودة. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.